قبل ما نبتدي الجزء التاني تعالوا نرجع فلاش باك عشان نعرف ايه اللي حصل. وفي الجزء الاول بنشوف ان روز الطبيبة النفسية بيتنقل لها كيان شيطاني بيستحوذ عليها وبيعيشها اسود ايام حياتها، وده حصل لما مريضة عندها موتت نفسها قدامها وهي بتضحك ضحكة مرعبة، وكان جواها نفس الكيان الشيطاني. وساعتها الكيان ده بيتنقل من المريضة لروز، والكيان ده بيفضل معيش روز في هلاوس لحد ما بتموت نفسها، لكن الكيان اللي جواها بيخليها تموت نفسها قدام صاحبها اللي اسمه جويل، عشان اول ما روز تموت الكيان بيتنقل لجويل. وفعلا ده اللي بيحصل، وبنشوف جويل في الجزء التاني وهو حالته صعبة جدا، لكنه كان عارف من روز قبل ما تموت ان الكيان ممكن يخرج منك من غير ما تموت نفسك، وده بيحصل لو قتلت شخص قدام شخص تاني. ساعتها الكيان بيخرج منك وبينتقل للشخص التاني اللي شاف جريمة القتل. فبيقرر جويل بما انه ضابط شرطة انه يقتل حد من المجرمين قدام اخوه، لانهم كده كده يستاهلوا القتل. وبيستنى مجرم منهم قدام بيته، ولما بيوصل بينزل له جويل وبتبقى صورة روز وهي مولعة مش بتفرقه، وبسرعة بيقوم ماسك المجرم ومهدده بالسلاح وبيدخل قدام اخوه، وفجأة بيضربه جويل بالسكينة قدام اخوه، ولكن لسوء الحظ اخوه بيبقى معاه مسدس وبيضرب نار على جويل، وده اللي بيخلي جويل هو كمان يضرب عليه نار، ولكن للأسف حتى الأخ بيموت، وبكده الخطة بتكون فشلت والكيان بيكون لسه مع جويل. ولكن بيتفاجئ جويل إن في شخص تاني قاعد اسمه لويس، وبيكون لويس شاف كل اللي حصل ده، وبكده الكيان هينتقل من جويل للويس، وبيكون ده شاب بيروح لهم عشان يشتري منهم مخدرات. فبيتضايق جدا جويل وبيقول له إنه ما كانش المفروض يبقى موجود هنا، لكن بيضطر جويل إنه يهرب من المكان لأن باقي العصابة بتكون وصلت للبيت وبتطرد. واثناء ما بيخرج من البيت وبيجري في الشارع عربيه كبيره بتخبطه وبتموته. وعلى الناحيه التانيه بنشوف مغنيه مشهوره اسمها سكاي، وبتكون في برنامج مع مذيعه مشهوره، وساعتها سكاي بتكون خارجه من حادثه كبيره وبتحكي عن الحاله النفسيه اللي كانت فيها بسبب موت حبيبها الممثل بول، وبتعتذر للجمهور لانها كانت مدمنه، والحادثه دي حصلت بسبب انهم كانوا سكرانين. وبنعرف منها انها دخلت مصحه نفسيه وحالتها كانت وحشه جدا لدرجه انها كانت بتخلع شعرها من راسها، وقبل ما بتخلص الحلقة بتوعد جمهورها انها هتتحسن وهتركز على شغلها، وبتخلص تصوير وبتمشي ومعاها مامتها ومدير اعمالها، وبتروح بعدها لبروفة الرقص بتاعتها، وبتكون ماشية كويس جدا لحد ما بتعمل حركة غلط وبتأثر على ظهرها، وبنشوف بعدها ان ظهرها وبطنها متشوهين من الحادثة، وبتكون مش قادرة تستحمل الألم، وبتبقى لسه هتاخد مخدرات عشان يسكن لها الألم. بتقوم واقعة منها اول ما الباب بيخبط عليها، وبتطلع مامتها هي اللي بتخبط وبتقول لها ان العربيه جاهزه عشان تروحها، وبتنزل سكاي تروح وهي تعبانه جدا ومش قادره تستحمل الالم. فبتكلم صاحبها اللي اسمه لويس وبتقول له انها رايحه له البيت، ولويس بيرحب بيها. وبعد ما بتوصل البيت ومامتها بتتحرك بالعربيه، بتقوم سكاي خارجه تاني وراكبه تاكسي عشان تروح للويس، وهناك لما بتوصل للويس بتلاقيه فتح لها الباب وهو خايف، وفجاه بيشدها وبيرفع عليها سيف كبير وبيفضل يزعق ويقول لها انت عايزه مني ايه؟ فبتقول له سكاي انها عايزه مخدر مش اكتر، وانها لسه مكلماه وهو اللي قال لها تيجي. وبيستغرب لويس لما بيسمع كده وما بيبقاش فاكر انه كلمها ولا عارف انها هتروح له اصلا، وبتكون حالته وحشه جدا. ولو فاكرين هو ده لويس اللي شاف جويل وهو بيموت المجرم في الاول، وان غالبا دلوقتي لويس هو اللي جواه الكيان الشرير. المهم بيروح يقعد وبيفضل يعتذر لسكاي، وبيقول لها ان بقاله اسبوع بتحصل معاه حاجات غريبه وانه ما بقاش فاهم ايه اللي بيحصل، وبيفضل يشم في مخدرات. فبتخاف سكاي وبتكون عايزه تمشي، لكن لويس بيمنعها وبيقول لها انه بقى كويس دلوقتي، وبيدخل للاوضه عشان يجيب لها المخدر اللي عاوزاه. وبتقعد سكاي تستنى لويس لكنه بيتاخر، فبتنده عليه وبتقول له انها لازم تمشي عشان اتاخر، لكن بتستغرب لما ما بيردش عليها، وبتروح وراه للاوضه عشان تشوفه ما بيردش ليه، لحد ما فجاه بيخرج لويس وهو خايف، وبيتفاجئ بيها وبيقول لها انت دخلتي هنا ازاي؟ وفجاه بينزل على الارض وبيشوف حاجه غريبه محدش بيشوفها غيره، وبيكون خايف جدا وبيفضل يقول لها سيبيني في حالي. ومره واحده بيتخنق، فبتحاول سكاي تنقذه ولكنه للاسف بيموت. وفجاه بيصحى لويس من تاني وبيضحك الضحكه المرعبه دي، فبتتخض سكاي وبترجع بظهرها بسرعه. وهنا لويس بيقوم وبيشيل حديده كبيره وبيفضل يخبط على وشه لحد ما وشه بيتدمر خالص وهو بيضحك نفس الضحك. ولما بيقع بتقوم سكاي وهي مخضوضه من اللي حصل، وبتفضل ترجع من المنظر، وبتطلع الموبايل بسرعه عشان تتصل بالطوارئ، لكن بتخاف على سمعتها لانها في بيت مدمن مخدرات. فبترجع في قرارها وبترجع لبيتها بسرعه
بتاخد دش وبتحاول تهدي نفسها وتنام، لكن وهي نايمة بتسمع صوت غريب، ولما بتقوم بتشوف لويس قدامها، فبتفتح النور بسرعة وما بتلاقيش حد قدامها، فبتعرف ان دي تهيؤات، وبتفضل في الحالة الصعبة دي لتاني يوم، وما بتكونش مركزة مع مامتها وهي بتتكلم معاها، لدرجة انها بتتعصب عليها وبتقول لها تسكت. وبعدها بيدخل عليها واحد صاحبها اسمه داريوس، وبيعرض عليها تقدم حفل خيري هيتعمل قريب، وكل اللي عليها انها تقرا الكلام اللي مكتوب على الشاشة وتضحك له. فبتوافق وبتكون فرحانة جدا، وبعد ما بتخلص جلسة التصوير بتاعتها بتكون متوترة من حادثة امبارح، وبتفكر تتصل بواحدة صاحبتها اسمها جيما، لكن بترجع في قرارها لانهم بيكونوا متخانقين اصلا. وفجأة بتجيلها رسالة من رقم مجهول بيسألها فيها لو كانت موجودة في شقة لويس امبارح ولا لا. فبتترعب سكاي وما بتردش على الرسالة، وفجأة بتسمع صوت غريب، ولما بتبص وراها ما بتلاقيش حاجة، ولما بترجع تبص قدامها بتلاقي لويس ظاهر لها في المراية وراها، وبيمسك بقها وبيعمل لها الضحكة المرعبة دي. فبتتخض سكاي وبتصرخ، وفجأة بتختفي كل حاجة. وبعدها سكاي بتحاول تكمل يومها بشكل طبيعي جدا، وتاني يوم بيكون عندها جلسة تصوير مع جمهورها، وبتفضل تتصور معاهم لحد ما بيجي لها شخص غريب وبيديلها التيشيرت بتاعه وبيخليها تمضي عليه. ولما بيقف يتصور معاها بيفضل يقول لها انه شايف حزنها الداخلي وانه ممكن يساعدها عشان بيحبها، وبيفضل يتكلم معاها بطريقة مخيفة ومش بيكون عايز يسيبها لحد ما الامن بيروح ياخده. وبتكون سكاي مخضوضة جدا وبتدخل جوه عشان تهدى، وبتقرر تكمل تصوير مع جمهورها لحد ما بتدخل لها بنت صغيرة بتضحك في وشها نفس الضحكة المرعبة، وما بتكونش عايزة تتكلم. فبتحاول سكاي تكلمها وبتمضلها على التيشيرت، وحتى وهم بيتصوروا بتفضل البنت بص عليها وبتمشي وهي بتضحك نفس الضحكة. فبتستغرب سكاي من اللي بيحصل، ولما بتروح لبيتها بتقرر تتصل بجيما صاحبتها وبتسيب لها رسالة صوتية عشان ترجع تتصل بيها. وفجأة في نفس الوقت بتلاقي جيما بتتصل بيها وبيفضلوا يتكلموا، وبتلاحظ صاحبتها ان سكاي في حالة وحشة، فبتقول لها انها هتجيلها البيت كمان ساعة. فبتفرح سكاي جدا وبتقعد تستناها، وبتروح عشان تشرب مية وبتسيب الازازة مفتوحة، وبعدها بتبدأ تعزف على البيانو وتغني، لكن فجأة بتسمع صوت الازازة بتتكسر. فبتستغرب انها وقعت لوحدها، وبتحس ان في حد معاها في البيت، وبتروح تجيب حاجة تشيل بيها الازازة المكسورة، لكن بتتفاجئ لما بتلاقي قدامها تيشيرت الراجل المجنون اللي اتصور معاها. وبتبص على الارض بتلاقي كل لبسه مقلوع، وفجأة بيظهر قدامها، فبتخاف وبتجري وبيجري وراها، وبتفتح باب الشقة عشان تهرب، لكنها بتلاقي جيما في وشها. ولما بتسألها في ايه اللي بيحصل ما بتردش سكاي عليها، وبتمسك حاجة في ايديها عشان تضرب الشخص ده، ولكنها بتستغرب لما بتلاقي ان كل حاجة في مكانها، ده حتى الازازة ما وقعتش وموجودة في مكانها وما اتكسرتش. فبتروح سكاي تحضن جيما وبتقول لها ازاي وصلتي بسرعة كده، فجيما بتقول لها انها متصلة بيها من ساعة. فبتستغرب سكاي هي ازاي ما حسيتش بالوقت ده كله، وبتقول لجيما انها بدأت تحلم وهي صاحية. وبتروح بعد كده تعتذر منها على الفترة اللي كانوا متخانقين فيها، وبتقول لها انها محتاجاها، وبيقعدوا سوا. وبتبدأ سكاي تحكي لها على اللي حصل في بيت لويس. فبتقول لها جيما ما تحكيش لحد ولا تبلغ الشرطة عشان مش هيصدقوها، وبتقترح انها تبات معاها النهاردة عشان تهديها. فبتفرح سكاي جدا وبتطمن. وبالليل وهم نايمين بتشوف سكاي نفسها يوم الحادثة، وبتكون متعلقة في العربية وغرقانة في دمها، وبتفضل تعيط وتصرخ لما بتشوف حبيبها جنبها وهو ميت. وفجأة بتصحى سكاي من حلمها وهي مفزوعة، ولما بتحاول تنام تاني بتلاقي جيما جنبها وهي بتضحك لها نفس الضحكة المرعبة. فبتتخض وبتقوم بسرعة من السرير، لكن فجأة بتلاقي النهار طلع وجيما بتدخل عليها وهي عاملة لها حاجة تشربها. وبتستغرب سكاي ازاي النهار طلع بالسرعة دي، وكمان بتتفاجئ انها اتأخرت على التدريب بتاعها. وبتروح مامتها عشان تاخدها بسرعة، ولما بتوصل وبتبتدي جلسة التدريب بتاعتها على المسرح بيظهر لها لويس قدامها. فبتتخض وبتقع على الارض ورجليها بتتكسر، ولما بتشوفها بتفضل تصرخ. فالكل بيتجمع حواليها، وبتلاحظ ان مفيش اي حاجة حصلت لرجلها. فبتقوم وهي متعصبة عليهم وبتقول لهم مين فيهم اللي غير حركته ووقعها، لكن المخرج بيقول لها ان مفيش حد غير حركته. فبتخرج وبتسيبهم وهي متعصبة جدا. ولما بتروح اوضتها بتلاقي جوشو المساعد بتاعها وهو خارج وبيضحك لها نفس الضحكة المرعبة. ولما بتدخل الأوضة من بعده بتلاقيها متبهدلة، فبتتعصب وبتقوم مقطعة شعرها. وبتخرج وبتلاقي جوشو قصادها وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل، ومامتها بتقول لها انه كان معاها طول الوقت وما جاش ناحية اوضتها. وبتدخل
مامتها الأوضة عشان تهديها وتقنعها تخرج تقدم الحفلة الخيرية. وقبل ما بتدخل للحفلة بتلاقي الرقم الغريب بعت لها رسالة وبيقول لها انه متأكد ان ده رقم المغنية سكاي، وبيبان عليها التوتر وبتبهدل مكياجها لمجرد ان دبانة وقفت على وشها، وبتخرج بسرعة عشان تقدم الحفلة. وفعلا بتفضل انها تقرا من الشاشة الكلام اللي مكتوب لحد ما الشاشة بتقف وبتضطر تقول كلام من دماغها، لكن للأسف بتقول كلام ما ينفعش يتقال. وفجأة بتقوم مقدمة للجمهور بول، وده حبيبها اللي المفروض مات في الحادثة، والكل بيستغرب ولكن هي الوحيدة اللي بتكون شايفاه جاي عليها وبيضحك لها الضحكة المرعبة دي. وبتفضل سكاي تصرخ وتقول له ابعد عني، وبتغمض عينيها وبتفضل تقول لنفسها ان ده مش حقيقي. وبيكون وراها ست عجوزة، واول ما بتقرب منها بتشوفها كأنها بول، فبتخبطها وبتقع من على المسرح. وطبعا الموقف ده بيوقعها في مشاكل كبيرة. ولما بتروح بيتها بيجيلها رسالة من الرقم الغريب بيقول لها فيها انها في خطر وانه يقدر يساعدها، وبيبعت لها فيديو للويس قبل ما يموت، وبيكون بيصور حاجة غريبة هو لوحده اللي شايفها. وفجأة بيظهر لها لويس وبتقع وهي مخضوضة، فبتقرر تروح تقابل صاحب الرسايل دي واللي بيكون اسمه موريس. ولما بتقابله بتعرف منه كل حاجة عن الحالة اللي هي فيها، وبيعرفها ان ده كيان شيطاني بيستحوذ على الشخص وبيتغذى عليه، وخلال اسبوع بيكون الشخص ده اتدمر وبيخليه يموت نفسه قدام شخص تاني عشان ينتقله. ولما بتسأله هو يعرف لويس منين بيقول لها انه ما يعرفوش، ولكنه عرف ان الكيان ده دخل جواه وراح عشان يحذره، ولكن للأسف لقى مات. ولما دور في موبايله لقى ان اخر شخص مكلمه هي سكاي، وبيقول لها ان اخوه من ضمن الناس اللي كانت جواهم الكيان ده، لكنه ما صدقوش لما حكاله عن الحاجات اللي شافها. ولما بتسأله هو يقدر يساعدها ازاي بيقول لها انه ممكن يخلي الكيان ده يخرج منها، وده عن طريق موتها بطريقة عادية غير الطريقة اللي بيموتها بيها الكيان ده. فبتتخض وبتقول له انت عايز تموتني؟ فهنا بيقول لها انه ممرض شاطر وانه يقدر يخلي قلبها يقف لدقايق ويرجعها للحياة من تاني. ولما قلبها يقف وتموت الكيان ده هيخرج منها، ولكنها بتكون خايفة وبتقول له ان ده جنان. وفجأة الناس بيتعرفوا عليها وبيفضلوا يصوروها، فبتمشي بسرعة وبترجع لبيتها وبتقرر تلم حاجاتها كلها وتبعد عن البيت، لكنها بتكون منهارة وبتفضل تقطع في شعرها وتكسر في البيت. ولما بتيجي تخرج بتتفاجئ بناس كتيرة قوي قصادها وبيضحكوا لها نفس الضحكة المرعبة، وكل شوية بيفضلوا يقربوا منها. ولما بتحاول تهرب من البيت بتلاقيهم بيزيدوا في البيت كمان وبيقربوا عليها اكتر، لحد ما فجأة بيهجموا عليها وبيمسكوها ويفضلوا يضربوها ويشدوا في شعرها. وواحد فيهم بيدخل ايده جوه بقها وبيرجعها تاني ليوم الحادثة. وبنشوفها في اليوم ده وهي منهارة وبتشرب مخدرات وبتفضل تتخانق مع حبيبها بول، ولما بيستفزها بتمسك ديركسيون العربية وبتعمل بيهم حادث. وبعدها بتصحى وهي في المستشفى وبتقول لها مامتها انهم لقوها مغمى عليها في بيتها، لكن سكاي بتكون مستغربة لان مش ده اللي حصل. وبيروح جوشو عشان يجيب لها الدكتور، وبتفضل مامتها تتكلم معاها في الحفلات اللي عندها، لكن سكاي بتقول لها انها في حالة وحشة ومش جاهزة لأي حفل. وبيفضلوا يتخانقوا سوا لان كل اللي بيكون هامم مامتها هي الحفلات وبس، لكن مامتها بتقوم وبتزعق فيها وبتقول لها انها ضحت بحياتها عشانها. وفجأة بتتحول مامتها وبتضحك نفس الضحكة المرعبة، وبتروح تكسر المراية وبتمسك في ايديها قطعة ازاز وبتفضل تضرب بيها نفسها. فبتحاول سكاي انها تهرب ولكن ما بتعرفش، لحد ما بتقدر تفك نفسها اخيرا. ولما بتيجي تخرج من الاوضة بتتفاجئ ان قطعة الازاز في ايديها وان كل هدومها مليانة دم. ولما بترجع بتلاقي مامتها ميتة على الارض، فبتفضل تضرب نفسها عشان تفوق وبتقول لنفسها ان كل ده مش حقيقي، لكن للاسف كل ده بيكون حقيقي. وبتنهار سكاي وبتفضل تعيط لما بتعرف ان هي اللي قتلت مامتها. ووقتها بيكون جوشو داخل للاوضه، لكن سكاي بتروح تقفل الباب بسرعه وبتقول له يروح يجيب لها حاجه تشربها. وبعد ما بيمشي بتروح تمسح ايديها ووشها وبتلبس الهدوم فوق لبس المستشفى وبتطلع من الاوضه عشان تهرب. لكن وهي خارجه بيشوفها جوشو وبيتخض لما بيلاقي دم على لبسها، فبيقلق عليها وبينده لها الدكتور. ولما الناس والامن بيتلموا عليها بتسرق المسدس من الامن وبتهددهم يسيبوها، وبتخرج من المستشفى وهي بتجري. وللاسف بتدخل في رجليها ازازه، لكن لحسن الحظ بتلاقي جيما في وشها. وبتروح سكاي تهدد واحد راكب العربيه عشان تسرقها، وبتسوق جيما العربيه بدل سكاي. ووقتها سكاي بتكلم الراجل الغريب اللي هيساعدها وبتوافق فعلا على الحل بتاعه، فبيبعت لها لوكيشن المكان اللي هيتعمل فيه العمليه. وبعدها بتخرج الازازه من رجلها وبتربطها، وبتقول سكاي لجيما تبعد عنها عشان ما
تدمر لهاش حياتها، لكن جيما بتقول لها انها هتفضل معاها للنهاية. وفجأة بتيجي لسكاي مكالمة وبتتفاجئ انها من جيما، ولما بترد عليها بتعرف انها جيما الحقيقية، وان طول الفترة اللي فاتت دي ما كانتش معاها اصلا. وفجأة بيظهر لها الكيان جنبها، وبتفضل سكاي تعيط وتصرخ لحد ما بتلاقي نفسها هي اللي بتسوق العربية، وبتوصل لموريس وبتلاقيه مجهز كل حاجة للعملية، وبتقول له يقتلها على طول لو الموضوع فشل ولاقاها بتضحك. وبيبدأ موريس يفهمها التفاصيل، وبيقول لها انها هتدخل في أوضة درجة حرارتها تحت الصفر، وانه هيديها مخدر هيوقف قلبها اول ما درجة حرارتها هتبتدي تنزل. ولما بتنام على السرير موريس بيسيبها وبيخرج يجيب الحاجة، وبتلاقيه اتأخر وبتتفاجئ بنقط دم بتنزل عليها. ولما بتبص فوقيها بتلاقي نفسها وهي في الحادثة، وفجأة بتقع عليها وبتقوم تشدها من شعرها وبتضربها في الحيطة، وبعدها بتوقعها على الأرض. وبعد كده بتطلع فوقيها وبيبدأ شكلها يتغير. وفي الوقت ده بتحاول سكاي توصل للحقنة اللي هتوقف قلبها، وبعدها بتدخل صوابعها في بق سكاي عشان تعمل الضحكة، لكن فجأة سكاي بتعض صوابعها وبتجيب الحقنة وتحقنها في نفسها بسرعة. ووقتها الكيان بيصرخ، لكن بنتفاجئ ان الكيان ما بيموتش، وان كل دي تهيؤات، وان مفيش حقنة ولا حاجة. فبتقوم مدخلاها التلاجة وبتقفل عليها. وفجأة بنلاقي سكاي اتنقلت لحفلة كبيرة، وشافت وقتها مامتها وكل الجمهور حواليها، وشافت نفسها قدامها وهي بتضحك. وبتقوم فاتحة بطنها وبيخرج الكيان بشكل مرعب، وبيدخل ساعتها جواها، والكل بيكون خايف عليها لانهم شايفينها واقعة على الارض. لكن وقتها بتقوم وهي بتضحك الضحكة المرعبة دي، والكل بيحييها وبيفتكرها بقت كويسة. لكن فجأة بتمسك المايك وبتموت نفسها بأبشع طريقة قدام جمهورها كله اللي بيفضل يصرخ. وبكده بيكون الكيان اتنقل لكل الناس اللي شايفينها. وكده بيكون فيلمنا النهاردة خلص. وياريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا.